اسكت، مش التدخين طلع له فوائد؟ والله زي ما بقول لك كده، اول ناس عرفوا التدخين في العالم كانوا الهنود الحمر، كانوا بيشربوا ورق التبغ على حاجه شبه الشيشه كده، كانت حاجه مقدسه جدا عندهم، كانوا بقى بيشربوا اي حاجه، بخور ماشي، شجر شغال، تبغ ما يضر، لغايه ما كريستوفر كولومبوس اكتشف امريكا وبدا يودي العبيد الافارقه لامريكا، لكن العبيد الافارقه كانوا محافظين على صحتهم جدا وما كانوش بيدخنوا التبغ، كانوا بيشربوا حشيش بس، لكن الامريكان منهم لله بوظوا اخلاق الافارقه وعلموهم شرب التبغ. صباح الفل. لا والله ما بشربش. ومين كان بيشرب يا عم؟ اشرب صباحك فل. لغايه ما تيجي سنه 1559 ومواطن فرنسي عايش في البرتغال اسمه جاني كوتا يقرر انه يزرع في جنينه بيته وسط الخيار والطماطم شويه تبغ لزوم المزاج يعني. وتيجي سنه 1561 وملكه فرنسا كاترينا دي ميديتشي تصاب بصداع عنيف، صداع من النوع اللي مش بيروح ده، فالاخ نيكوتا قال لك لا، ازاي الملكه بتاعتنا تعيا وانا موجود؟ حنين قوي الصراحه، فقرر ان هو يبعت لها شويه تبغ ملفوفين في ورق معين كده وقال لها تدخنيه زي ما هو كده. الست شربت التبغ من هنا وسبحان الله الصداع راح من هنا. حشيش حاجة تيجي كده، ده حبيبي كده وارجع زي. قالت لهم ايه البتاع ده؟ قالوا لها ده تبغ يا مولاد. قالت لك فرنسا كلها تزرع تبغ بس يا سيدي، ومن هنا بدأ العالم كله يعرف يعني ايه تبغ وتدخين. بس سيبك من الهبد اللي انا قلته ده كله، التدخين ملوش اي فوائد.